ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا سموحه جايبه لكم النهارده تمرين ممتاز. للاسف كلنا عارفين التمرين ده وكلنا بنعمله، ولكن للاسف معظمنا او 50% مننا بيعمل التمرين ده غلط. النهارده هقول لك تعمليه ازاي، وهقول لك كمان فوائده ايه. التمرين بتاع النهارده تمرين الفاكيوم او تمرين التنفس. التمرين ده جبار جدا 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 في نحت وتصغير حجم الوسط، بس بشرط انك تعمليه بالطريقه الصحيحه. هقول لكم دلوقتي الطريقه الصحيحه بتاعته ازاي، وهقول لكم ازاي تعمليه. بس قبل ما ندخل في الطريقه الصحيحه هقول لكم فوائد التمرين. تمرين الفاكيوم بيركز تركيز قوي جدا على عضلات البطن، بس مش عضلات البطن السطحيه، لا عضلات البطن الداخليه، الديب كور. هي بتعمل زي حزام على منطقه الوسط كده، بيلم الوسط كله، بتعمل زي حزام كده. العضلات دي لو بقت قويه بتحميكي من الاصابات كتير جدا جدا. لما تيجي تشيلي حاجه تقيله بيحميكي من اصابات العمود الفقري اللي هو الانزلاق الغضروفي، بيحميكي من الفات السري او الاربي، بيحميكي من الانفصال العضلي. العضلات دي مهم جدا جدا انك تقويها، مش بس عشان يبقى عندك وسط صغير ومنحوت، لا كمان علشان تحمي نفسك من الاصابات. عشان كده معظم التمارين البطن اللي انا بعملها بعمل ميكس ما بين تمارين البطن الصحيه وما بين تمارين البطن الداخليه اللي هي تجيب كور. بعمل ميكس ما بين الاثنين، ما بركزش بس على عضلات البطن السطحيه، بدخل الاثنين مع بعض. طيب هنعمل التمرين ده ازاي؟ التمرين بتاعنا ممكن تعمليه بكذا شكل. اول شكل ممكن تعمليه وانت نايمه، ممكن تعمليه وانت ساندة على كرسي او ساندة على الحيطه وموطيه لقدام شويه ممكن تعمليه وانت على الاربعه، على الايدين وعلى الركبتين. ممكن تعمليه وانت واقفه. الاول بنعمل التمرين ازاي؟ ده اكتر، عندك 4 بوزيشن تقدري تعملي فيهم التمرين. طيب التمرين نفسه بيتعمل ازاي؟ تمرين الفاكيوم ده عباره عن ايه؟ تمرين تنفس. هنتنفس ازاي؟ هناخد نفس جامد كبير من الانف، نفس يملى كل المنطقه دي كانك بتنفخي بالونه، وبعد كده هنطلع كل الهواء من الفم. مش بس هنطلع كل الهواء ده، واحنا بنطلع الهواء هنشفط البطن للداخل، على قد ما تقدري تشفطي بطنك للداخل كانك بالظبط ماده ايدك من ظهرك كده سحبه السره لجوه. تمام؟ انا هعمل التمرين مره دلوقتي عشان اوريكم اللي بيتعمل ازاي، بس طبعا انا مش هعرف اتكلم وانا بعمل التمرين. انا هقف اهو من الجنب، هاخد نفس، ما تقدريش تتكلمي وانت بتعملي التمرين ده علشان كده انا ما عرفتش اتكلم. هناخد نفس من الانف، ننفخ بطننا وننفخ الصدر جامد كانك بتنفخي بالونه. خدي نفس كبير قوي على قد ما تقدري كانك بتنفخي بالونه، وهنطلع النفس اللي احنا خدناه ده من البق. واحنا بنطلع النفس اللي خدناه ده هنشفط معاه البطن جامد كاننا بنشد السره لورا، كانك بتشدي، عايزه تلزقي السره في العمود الفقري. شدي على قد ما تقدري وتثبتي 5 ثواني، 7 8 ثواني، 10 ثواني على قد ما تقدري، وتريحي وترجعي تكرري التمرين تاني. هعمل مره كمان وانا واقفه معاكم. هنام دلوقتي على المات وهوريكم ازاي بيتعمل التمرين وانت نايمه. طبعا لازم ظهرك يكون لازق في الارض، ما يبقاش فيه ارش او يبقى فيه مسافه ما بين ظهرك وما بين المات، لازم يبقى لازق في الارض.
تمرين جامد جدا جدا جدا. ناخد نفس تاني، هنكرر التمرين مرة كمان. وانتي بتعملي التمرين حطي ايدك على بطنك علشان تشوفي قد ايه انتي شفطتي بطنك قوي وانتي بتعملي التمرين، عشان ده هيشجعك انك تشفطي بطنك اكتر واكتر واكتر. جميل قوي. التمرين ده لو استمريتي عليه هتلاقي بطنك قد كده، لانه زي ما اتفقنا ان هو بيعمل زي حزام على منطقه البطن، فهو كمان بيحوش الامعاء ان هي تطلع لبره تبص لبره، يبقى عامل عليها كنترول وشدتها لجوه، فبتلاقي محيط البطن عندك صغير وقد كده. هعمل التمرين مره كمان وانا ساندة على الكرسي بدل الحيطه، ممكن تسندي على الحيطه بس انا هسند على الكرسي. مره كمان، هعمل التمرين مره كمان. جميل، هنشيل الكرسي دلوقتي وهنعمل التمرين على 4 زي ما اتفقنا كده. تمرين جامد حرفيا. انا هعمل التمرين مره اخيره من الجنب علشان تشوفي الفرق، من الجنب عشان تشوفي الفرق. دي اهي بطني كده عاديه، تمام. كده حبايبك وخلصت تمرين النهارده. خلصنا فيديو النهارده، اتمنى يكونوا استفدتوا واتمنى يكونوا عرفتوا ازاي تعملوا التمرين كويس، والناس اللي عارفه التمرين شطار برافو عليكم، والناس اللي كانوا بيعملوه بطريقه غلط انا النهارده صححت لكم الطريقه دي، واتمنى ان انتوا تعملوه. واكتبوا لي تحت في الكومنتات عجبكم الفيديو ولا لا، وعايزين الفيديو الجاي يكون على ايه. بحبكم قوي، باي باي.